اللغة غير الناطقة أو لغة الجسد للوهلة الأولى تحسها شيء ما منه فايدة، والتواصل والإقناع مقتصر بس بالحكي لا أكثر، بس بالحقيقة إنه كل حركة بجسمك من فوق حواجبك إلى أصابع رجليك ترسل رسالة للمقابل أقوى من الرسائل اللي يسمعها منك. وخليني أصدمك أكثر، وإنه لغة الجسد عامل من عوامل قراءة العقول. الموضوع وصل إلى إنك تقدر تحس بالمشاعر المدفونة داخل المقابل بدون ما هو يدري أصلا. السلام عليكم ايها الناركيون والناركيات. ليش لغة الجسد مهمة لهذه الدرجة؟ ادري بك انت ما منطي اي اهمية للموضوع، وهذا الشيء غلط. هذه اللغة هي مهارة مطلوبة بكل نواحي حياتك حرفيا، اجتماعيا ومهنيا. وخلي بالك انه هذه السلسلة من الحركات اللي انت ما ماخذ بالك منها ممكن تحدد نظرة الناس عنك لا اراديا، وما دام انت تسوي هذه الحركات لا اراديا فالنتائج راح تكون عشوائية بنسبة كبيرة تضرك. شلون تستعمل لغة جسدك حتى تدخل المقابل بجوك الخاص، وشلون تعرف نوايا الناس من لغة جسدهم. بهذا الفيديو راح افصل لغة الجسد بالكامل وبشكل مميز يا مميز. واهلا وسهلا بك بالجزء الأول من سلسلة قراءة العقول بعنوان لغة الجسد. وبدون حكي زايد خلونا نبدأ. خلينا بالبداية نشوف نظرة العلم عن لغة الجسد. لغة الجسد هي شكل من أشكال التواصل غير اللفظي تستخدم به سلوكيات جسمك، مثل تعابير وجهك وإيماءاتك ووضعية جسمك وحركات عيونك ولبس الأشياء أو الناس ونبرة صوتك، حتى تنقل الرسائل اللي أنت تريد توصلها للمقابل. هذا النوع من التواصل يكون بشكل غير واعي بأغلب الأوقات، وبالتالي راح تساعد التواصل اللفظي حتى يوضح أو يرسل الفكرة بشكل أحسن. هسه من خلال التعريف البسيط هذا أظنك لاحظت شيء، هو الأمور اللي تحتاجها حتى تستعمل لغة الجسد. شنو هي؟ هي 6 أمور وراح أعددها لك. أولا تعابير الوجه، هذا أول شيء راح يركز عليه المقابل. تعابير الوجه راح تستهدف حواجبك وحلقك أو فمك. ثانيا الإيماءات، اللي هي نفس الإشارات اللي نسويها بإيدينا وبعيوننا، وعلى الأغلب نستخدمها لما نحاول نرسل رسالة سرية للمقابل. ثالثا وضعية الجسم، وأقصد بها طريقة وقوفك أو طريقة جلوسك، والصراحة هذا العامل له دور مهم بنظرة الناس إلك. رابعا حركات العيون، سرعة الحركة واتجاه العدسة وحجم البؤبؤ، هذه كلها راح تعطي للمقابل الحالة اللي أنت تمر بيها، أو إذا كنت كذاب أو صادق. خامسا اللمس، لمس الأشياء أو لمس الناس، كل هذه التصرفات راح تدل على الشيء اللي تحس به تجاه المقابل، وخصوصا إذا كان المقابل محترف بقراءة لغة الجسد. سادسا نبرة الصوت، النبرة أو درجة الصوت ممكن تحسس أي واحد بالمشاعر اللي بداخلك أيا كان الشخص، حتى لو كان أغبى البشر بلغة الجسد. أوكي، هسه من خلال معرفة هذه العوامل راح نجاوب على أول سؤال، وهو شلون تستعمل لغة جسدك حتى تدخل المقابل بجوك الخاص. بالبداية أنت لازم تكتسب انتباهه حتى يركز أو يستمع لحكيك على الأقل. بكل بساطة راح نركز على واحد من العوامل الستة اللي ذكرناها قبل شوي، وهي وضعية الجسم. وضعية الجسم نكهة الثقة، وهذه الخلطة راح تعطينا ظهر مستقيم وصدر مرفوع ورأس مرفوع. هذا بالنسبة لك لو كنت واقف، أما إذا كنت قاعد فالخطة راح تصير رجلين مفتوحة وظهر مستلقي على الكرسي وإيدين يتحركن ويا الحكي. ولا تخاف، بعدين راح أقول لك شلون تستعمل إيدك. هسه ورا ما لفتت انتباهها، هسه أنت تحتاج تحافظ على اهتمام المقابل، وهنا راح يجي دور حركة العيون. عيونك لازم مركزن على 3 مواقع، وكل موقع لازم يجي بالوقت المناسب، ولازم تكون الحركة سلسة ويا محتوى الحكي. والموقع الأول هو عيون المقابل، وبهذه الوضعية لازم يكون الكلام عن الأشخاص أو الأشياء. مثلا لما تقول بس ابحث باليوتيوب عن يوتيوبر اسمه نارك، وراح تشوف ناشر عشرات الفيديوهات المفيدة. أما الموقع الثاني هو إيديك أنت، وبهذه الوضعية لازم يكون الكلام عن حدث أو فعل، وبنفس الوقت لازم تستعمل إيديك حتى تمثل الحدث أو الفعل. على سبيل المثال لما تسولف عن حادث لا سمح الله، راح تستعمل وحدة من إيديك حتى تمثل سيارتك، وراح تستعمل الإيد الثانية حتى تمثل السيارة اللي سويت وياها الحادث. هنا أنت راح تسولف الحادث وبنفس الوقت راح تمثل الحادث بإيدك، وبنفس الوقت لازم تكون عيونك مركزة على إيدك. هنا المقابل راح يعيش جو الحادث نوعا ما، وراح أخليك تعيش الجو أكثر بالعوامل الجاية. بس هسه لازم نحكي عن ثالث موقع هو المحيط، وبهذه الوضعية لازم يكون الكلام عن المحيط طبعا. على سبيل المثال تقول تتوقع الجامعة مستثمرة الفلوس ببناء حديقة، هنا مو راح تكون أحسن من الكافتيريا؟ يعني تحكي عن موقع أو مكان بالمحيط المرئي لكم. أوكي، هسه أنت بعد ما حافظت على اهتمام المقابل بحركة عينك، أنت تحتاج توصل الفكرة إليه، وراح توصلها من خلال الإيماءات اللي هي نفس التمثيل بالإيدين والإشارات. على سبيل المثال أنت تريد تقنع المقابل إنه يشترك بقناة نارك، فراح تخلي إيدك الأولى تمثل دور التليفون، وبالإيد الثانية راح تنقر على إيدك الأولى وكأنما دزت على زر الاشتراك. فالعقل الباطني للمقابل راح يرسم المشهد، وبالتالي راح يحس به أكثر، وراح توصل الفكرة وكأنما المشهد صار قدامه حرفيا. أو قل له حط لك من خلال الإشارة بإيدك ورفع أصبع الإبهام حتى تمثل علامة الإعجاب بإيدك. هسه أنت دخلت
حطيت فكره براس المقابل، بس انا اريدك تخلي المقابل يعيش جو القصه، وراح تخليه يعيش جو القصه بعاملين وهم نبره الصوت وتعابير الوجه. يعني اذا دخلت بفقره حماسيه بالقصه فراح تكون ملامح وجهك خليط من التعجب والطاقه، اما بالنسبه لنبره صوتك فراح تكون سريعه نوعا ما وعاليه بشكل بسيط. اما اذا دخلت بفقره حزينه بالقصه فراح تكون ملامح وجهك محبطه ونبره صوتك بطيئه ومنخفضه شوي. اما هسه ولما اكتسبت انتباهه وحافظت على اهتمامه ووصلت الفكره وخليته يعيش الجو، بقت الحركه السريه وهي اللمس. بمجرد انك تسلم عليه او تحط ايدك على كتفه او ظهره فراح يحسك شخص يريد مصلحته، يعني بنظره راح تصير انت شخص تحبه وتريد مصلحته، وهذه المشاعر راح تخليه ينتبه لحكيك ويصدقه تلقائيا بالمره الجايه. اوكي، اظن اني قدرت اجاوب على السؤال الاول، وهو شلون تستعمل لغة جسدك حتى تدخل المقابل بجوك الخاص. هسه اجى الوقت حتى اجاوب على السؤال الثاني، وهو شلون تعرف نوايا الناس من لغة جسدهم. راح اجاوبك على هذا السؤال بناء على العوامل الستة اللي ذكرتهم بداية الفيديو، وبكل عامل راح اقول لك شنو معنى كل تصرف معين. واول شيء راح نبدي اولا تعابير الوجه. اذا شفت العيون مرفوعة لفوق وترمش هواي فهذا الشخص متوتر وكذاب، اما اذا شفتها مفتوحة وواسعة فهذا الشيء يدل على التعجب والاهتمام. اما بالنسبة للشفايف او الشفاه، اذا شفتها مشدودة وترجف فهذا يدل على انه شخص كاتم غضبه. اما اذا شفته مبتسم وعضلات عينه منغلقة شوي فهذا الشخص فرحان صدق. اما بالنسبة للحواجب فاذا كانت مرفوعة فهذا يدل على القلق او الدهشة. اما اذا شفتها متقاربات هذا يدل على التفكير العميق او عدم الراحة. ثانيا الايماءات، نبدي اول مرة بالايدين، اذا شفتهن مفتوحات ويتحركن بحرية فهذا يدل على الثقة والصراحة. اما اذا كان مقفولات او مخفيات فهذا يدل على التوتر والحذر. اما بالنسبة للاشارة فهي تدل على شيء معين او تدل على فرض السيطرة، خصوصا اذا كانت الحركة قوية. اما بالنسبة للحركة المتكررة والسريعة مثل اهتزاز الرجلين او طقطقة الاصابع فهذه تدل على عدم الصبر. ثالثا وضعية الجسم، اول شيء التقارب والتباعد واظنها واضحة، اذا شفت الشخص يقترب منك فهذا يعني انه مرتاح لك، اما اذا يبتعد عنك فهذا يعني انه ما مرتاح لك او هو اصلا يريد يبتعد عنك نهائيا. اما بالنسبة للجلوس فاذا شفته حاط ايدينه على ركباته او الوركين فهذا يدل على السيطرة او تأكيد رأي معين. رابعا حركات العيون، اذا شفته حاط عيونه بعيونك فلازم تركز بكلامه لانه يريد يوصل فكرة معينة الك، بس اذا كان التواصل زايد او مبالغ به فهذا يعني انه يريد يسيطر عليك، لذلك دير بالك. اما اذا شفته يتهرب من التواصل البصري فهذا مسوي شيء ما يريدك تعرفه ومتوتر ويكذب عليك. اما اذا شفته يباوع لجوا او عيونه متجهة للارض فهذا يعني انه مستحي او خجلان او ما مرتاح. واذا شفته يرمش هواي فهذا هم منحرج ومتوتر، بس اذا شفته يرمش بشكل بطيء فهذا يعني انه مهدي ومرتاح. خامسا اللمس، اذا شفته يحط ايده على شتافاتك فهذا يعني انه يدعمك ويريد لك الخير ويحس بالامان والثقة تجاهك. اما اذا شفته يطبطب على ظهرك فهنا هو قصده يشجعك، او اذا انت كنت ما مرتاح فهنا قصده يخفف عليك او يريد يطلعك من الموقف اللي مأذيك. ولما تشوفه يدق زايد وبقوة فهنا يريد يدل على انه متوتر منك ويريد يسيطر عليك، بس مرات تكون هذه الحركة بسبب الخوف او القلق من شيء معين، خصوصا اذا كانت الحركة من شخص وما كانوا زمان ما متوقعهم ابد. سادسا نبرة الصوت، اذا ارتفعت نبرة الصوت فجأة فهذا يدل على العصبية، بس اذا انخفضت فهذا يدل على التردد. اما اذا كان الصوت هادئ فهذا يدل على قدرة الشخص بالتحكم بنفسه وغالبا يكون مرتاح وواثق من نفسه. اما اذا شفته يتردد بالحكي ويتأتأ ويكرر كلمات معينة فهذا يعني انه مسوي مصيبة وقاعد يكذب عليك وخايف يراويك الحقيقة. هذه كل المعلومات وكل الأدلة عليها، وعلى فكرة هذه المعلومات كلها من دراسات عالمية ومن جامعات موثوقة، منها إكسفورد ويورك وكاليفورنيا وهارفارد، والمسؤولة عن هذه الأبحاث هي العالمة إيمي كادي. وبالختام أحب أقول أتمنى استفدتم من الفيديو ونال إعجابكم، لايك واشتراك وشرفونا بقناة التليجرام اللي رابطها بالوصف، وفعل زر الإشعارات لأن كل سبت الساعة 8 مساء بتوقيت العراق راح ينزل فيديو جديد من هذه النوعية. أشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة يا حبيبي.